اجتماع كان تشرفنا بهذا الاجتماع وبلقاء الأخ صلاح الدين بهاء الدين، وعلاقتنا مع الأخوان هي علاقة قديمة تعود إلى أيام المعارضة، معارضة النظام السابق، وكان هناك دائما اتفاق وتوافق سياسي وعملياتي، وإن شاء الله هذا التوافق الآن يصب في إنقاذ العملية السياسية مما هي فيه. وتدارسنا كيف ممكن أن نعدل الأوضاع فيما يتعلق بالعملية السياسية وتحقيق الوئام الوطني والوفاق الوطني والمصالحة الوطنية، وتكلمنا بهذا الموضوع مفصلا وشكلنا لجنة مشتركة لبحث هذه الأمور. أستاذ، هناك مجال لحل خلافات ما بين إقليم كردستان وبغداد؟ العفو. حل خلافات ما بين إقليم كردستان وبغداد. والله هو احنا طبعا هو الوفاق والوئام الوطني هو يهدف الى حل كل الخلافات، وانا ما اشوف اكو بين الشعب الواحد خلافات اساسيه، كلها تنحل بالحوار وبالهدوء وباعطاء الفرص المصالحه فرص كامله. هذا ممكن، يعني احنا ما اشوف اني اكو خلافات ونزاعات بين بغداد وأربيل. من وجهة نظرنا اكو اختلافات في وجهات النظر، واكو عدم وضوح في العملية السياسية وعدم وضوح في الدستور نفسه. يعني الدستور يتحدث عن المادة 140 وما حد معرف المادة 140 شنو. وانا اقترحت على الاخ العزيز مسعود البرزاني انه يمكن يكون مهم انه هذه المسألة، مسألة المناطق المختلف عليها، أن تناط بهيئة سياسية عليا، مثل ما أنا سويت من كنت رئيس وزراء وخليت الأخ حميد مجيد موسى هو رئيس هذه الهيئة. تناط بهيئة سياسية، وهذه الهيئة تبحث، لأن الموضوع هذا سياسي مو موضوع إجرائي، تبحث تسوية الأمور، ومن يبحث هذا الأمر على صعيد سياسيين حكماء تنحل المشاكل، ماكو مشكلة تبقى عائق يعني في طريق وحدة وسلامة العراق وسلامة الوضع الكردي وسلامة الوضع العراقي ككل يعني. فلهذا احنا مع هذا الاتجاه، وهذا كان حديثنا اليوم يتركز في هذا الجانب، وإن شاء الله الله يأخذ بيدنا ونكون أوفياء لشعبنا من الغبن اللي أصابه والمشاكل اللي أصابتنا نتيجة الأوضاع السياسية السائدة. وشفنا احنا هذا اللي يصير هو عكس ما اتفقنا عليه في ايام المعارضة. شفنا اكو فقر واكو آلام واكو مشاكل واكو اختلافات وخلافات مسلحة في بعض الاحيان. هذا يعني احنا يجب ان نتجاوزه. وانا شخصيا ايضا تحدثت مع الاخوان القادة الكرد فيما يتعلق بمسألة القيادة العامة للقوات المسلحة، وطلبت منهم ضرورة تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، وأن تكون البيشمركة ممثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك الحشد المقاتل وليس الحشد حتى يكون كلها خاضعة لإدارة واحدة. بس الدستور يتحدث عن قائد عام للقوات المسلحة ولا يتحدث عن قيادة عامة للقوات المسلحة، وأنا أعتقد هذا خطأ في الدستور نفسه. يعني كان يجب أن تصاغ قيادة وتحدد هذه القيادة بمواصفات حتى تكون قادرة على إدارة أي جهد عسكري لحماية العراق، أحسن من ننتظر فلان يجي حامينا والفلان يجي يدافع عنا وإلى آخره. شكرا. وبيجمان مقدمة أشكر دولة الأستاذ الدكتور أياد علاوي وبقية الإخوة الكرام استقبلونا استقبال حافل وأخوي، وفي الحقيقة كان لقاء ودي وجدي ودار حديث جدي في قضايا تهم الوطن جميعا. والإخوة في الوفاق الوطني علاقاتنا معهم قديمة من أيام المعارضة ولحد الآن متواصلين. والآن أسسنا أو قدم الأستاذ الدكتور فكرة في مشروع تعاون وعمل تضامني جدي
لمعالجة القضايا العالقة والمشاكل الموجودة وما توصل إليه الوضع السياسي العراقي، لأن ما كنا نتصور ونريد أن يكون العراق كما الآن نراها من المعارضة وفي أيام مجلس الحكم. فلذلك بحاجة إلى إعادة نظر وعمل جدي ومشترك إن شاء الله نخطو خطوات عملية في هذا المجال. هناك مجال في يعني هسه حكومة جديدة في العراق، يعني هناك مجال لحل خلافات ما بين إقليم فلسطين كما تفضل الأستاذ الدكتور، بالفعل الخلافات هي تكنيكية فنية أكثر، وبعض المرات المزاج الشخصي يتحكم في الأمر، وإلا هو عراق واحد ودستور واحد، والدستور ضامن لكثير من المسائل. لو طبقنا الدستور كان لم يحصل ما حصل. مع هذا يبقى أنه الحكماء والعقلاء والمخلصون يجب أن يتحركوا ويحلوا هذه المشاكل العالقة، وإن شاء الله في طريقها إلى انتهاء الحكومة الجديدة ودولة الأستاذ عادل عبد المهدي. فيه الأمل أن يكون على حل هذا الأمر العالق وينهي هذه المشاكل إن شاء الله.